خليني اقول لكم على سر نجح مع عدد كبير جدا من دفعة كاملة. باختصار شديد، الحاجة اللي المفروض انت كطالب ثالثه ثانوي تسمعها دلوقتي هي اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها، انه العد التنازلي يا صديقي. انا جايه اقول لك قوم واجتهد واسعى، هتوصل زي كده وتجيب 98% وهتحقق حلمك. انت تقدر، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. واو 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 واو، تنميه بشريه تاني يا زكي. يعني انت عايز ايه؟ نروح نعمل لهم هلع وحاله رعب دلوقتي؟ يا اخي اتقي الله رمضان داخل علينا. في رمضان لا مش بقول كده، بس مش هنعيشهم في ميه البطيخ يعني. شباب ممكن كله يهدى بس شويه ونكمل باقي الفيديو المره دي بجد. خلينا نقول كلام واقعي. تقريبا الوقت اللي فاضل لك كطالب ثالثه ثانوي ممكن نقول 3 شهور. طيب انت غالبا زهقت وطهقت من حياتك وبتجيب كل الناس حرفيا يزقوا معاك السنه، والكلام ده سواء كنت بدات جد من اول السنه فانت اكيد زمانك دلوقتي تعبت وفرهط، او سواء كنت بدات من قريب فانت دلوقتي حاسس انك غرقان، او اكشلي ممكن تكون لسه غرقان. وممكن يكون وصل بيك الحال كمان انك من كتر ما انت شايف ان الدنيا خلاص بايظه خالص انك بتفكر يا تقسم يا تاجل السنه. وكمان داخل علينا رمضان، نذاكر قبل الفطار عطشان، طب بعد الفطار تقلان، وضيف كمان على ده لخبطه المواعيد. انا مش عارف تنام قبل السحور ولا بعد الفطار، ولا كمان عندك دروس الصبح او مراجعات بالليل. يعني باختصار شديد حياتك متلعبكه اكتر من حياه الدكتور عاطف في مسلسل بالطو. صوتوا يا جماعه، يمكن حد يجن صوتوا. وفي الفترة دي حقيقي انت بتكون مش عارف تعمل ايه ولا تروح فين ولا تيجي منين. مشكلتي الوحيدة في السنة دي كانت هي يا جماعة انا ماشي كده صح؟ يعني انا ماشي في نفس الطريق اللي المفروض اكون دلوقتي معاكوا فيه؟ طب احنا اصلا كلنا ماشيين في الاتجاه صح؟ طب هو المدرس اللي باخد معاه بقالي 5 شهور دوت اصلا كويس ولا محتاجه اغيره دلوقتي؟ ويا سلام بقى لو مراكم عليك حاجه، يا بتدخل في مرحله التبا تبا 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 تبا، يا اما مرحله عادي يا معلم يا معلم يا معلم عادي انا زي الفل اهو، لا تعبان نفسيا ولا لسه معايا الصبح ولا اي حاجه خالص. بس خليني اقول ان النقطه الفاصله في السنه دي بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير هي اللحظه اللي هتقف فيها ثانيه وهتسال نفسك انا هجري لحد امتى؟ يعني السباق ده السباق على ايه اصلا؟ عشان تجيب مجموع وتدخل الكليه صح؟ الحقيقه ده الواقع هنا في المكان اللي احنا عايشين فيه. والكلام ده بقى بغض النظر هي الطريقه دي صح ولا غلط. يا ابني روح هات مجموع هتدخل كليه كويسه، معادله سهله وبسيطه. وخليني اقول لك اختلاف العوامل على المعادله دي مش هيغير من الحقيقه في حاجه. جبت مجموع بطريقه سهله او صعبه، ذاكرت في اخر 3 شهور، ذاكرت طول السنه، مش هيفرق كتير. هو هيفرق مع شخص واحد بس اللي هو انت. الحقيقه لو فكرت فيها محدش هيجي يسقف لك على التعب 9 شهور من حياتك غير لو جبت مجموع كبير في الاخر. هو مش فارق معاه انت تعبت ازاي. فانا جاي اقول لك يا صديقي ما تعيش دور الضحيه. باختصار شديد الحاجه اللي المفروض انت كطالب ثالثه ثانوي تسمعها دلوقتي هي بدل ما تضيع وقتك في المسلسلات ضيع وقتك في المراجعات. بدل ما ترسم مربعات ودوائر في الملازم ارسم مستقبلك، ارسم شغفك، ارسم ضحكه وقلب على الشبابيك. بدل ما تحطم نفسك حطم المنهج. بدل ما بتقعد تتنمر على العيال الدحيحه اللي بيجيبوا مجاميع خليك زيهم، حته منهم، روحهم. كانت ايه بقى الاغنيه؟ بدل ما تعيط لا اعيط، انا شخصيا بعيط اصلا. بدل ما تلعب امتحن، ذاكر. فكرت تذاكر قبل كده؟ لا يعني كلمني بجد، فكرت تذاكر قبل كده؟ قوم ذاكر. بس بجد خليني اقول لكم على سر نجح مع عدد كبير جدا من دفعه كامله، دفعتي العزيزه وهي 2020. بعد ما جبت المجموع اللي بيطير في ثالثه ثانوي كنت فاكر ان الصدفه لعبت معايا انا بس بعد ما دخلت كليه هندسه وكنت بتكلم مع صحابي كل فتره عن ايام ثالثه ثانوي والسنه عدت علينا كلنا ازاي، اكتشفت حاجه مهمه جدا. ادركت انه لا دي ما كانتش صدفه، وان الحقيقه ان طلع ان في عامل مشترك ما بيننا كلنا. وبالمناسبه هم اغلبهم مقتنعين برضو ان المجموع ده هم مش عارفين بالظبط ما جايبوه ازاي، لان الحقيقه مش لازم تكون عبقري عشان تجيب مجموع في ثالثه ثانوي. ولو رجعت معايا كده بالاحداث يا ترى ايه اللي حصل في 2020؟ الشيء اللي انتشر على مستوى العالم كله. اوكي معاك. وايه كمان؟ كلنا كنا قاعدين في البيت بالظبط
ما كانش فيه 50 ساعة ضايعين من حياتك كل يوم في الدروس والمشاوير والوقت نفسه بتاع الدروس اللي كان ممكن يعدي ال4 وال5 ساعات. اللي حصل ساعتها ان كله يا اما اعتمد على نفسه يا اما كمل اونلاين، والحقيقة شريحة كبيرة جدا جدا اعتمدوا على نفسهم. وبالمناسبة دول مش تنانين بتطير، دول بني ادمين عادي، بس لما الظروف بتفرض علينا حاجة لازم نتأقلم. وخصوصا ان الجيل بتاعنا عنده اوبشن ما كانش موجود عند ناس كتير قوي زمان، الا وهو الاونلاين واليوتيوب وكل الحاجات دي. وحقيقي حاجة زي اليوتيوب كده موجود فيها مدرسين كتير جدا، وبالمناسبة شاطرين جدا جدا. هبقى اسيب لكم في الكومنتس تحت تشانلز المدرسين في حالة ان لو حد معرفش اي مدرسين خالص. من الاخر كده، هو الفكرة فين؟ السر في الموضوع انك تدرك الموقف. ايوه، لو كنت طالب ثالثه ثانوي وبتتفرج دلوقتي على الفيديو ده، فلو كنت مخلص منهج فاقعد في بيتكم ذاكر وحل امتحانات وراجع، بطل تمشي ورا كلام المدرسين، لان هو الحقيقه الموضوع مش زي ما هم بيقولوا. احنا قعدنا كملنا سنه كامله مع نفسنا في البيت، وحتى في حاله انك لو مخلصتش المناهج والدنيا عايمه منك وضيعت كل اللي فات، فال3 شهور دول انت المفروض تتاقلم مع فكره انك بني ادم مهزأ. يمكن يكون الكلام صادم شويه، بس هو حقيقي، وتلم الدنيا اللي باظت منك. لان يؤسفني اقول لك يا صديقي، انت اللي هتشيل شيلتك في الاخر. بابا وماما هيزعلوا شويه، بس الموضوع مش هيطول. انت اللي هتفضل متضايق طول حياتك، وخصوصا لو كان الموضوع فعلا فارق معاك. وعلى فكره، الناس اللي جابوا مجموع دول مش احسن منك في حاجه، ولا احنا احسن منهم يا كمال في حاجه. صح، بس مفيش مجهود بيروح، وخصوصا لو كان مجهود فعلا بضمير. ودلوقتي هندخل على اكتر فقره انا بكرهها في حياتي، وهي فقره نذاكر ازاي. الحقيقه السؤال ده اكتر حاجه مزعجه ممكن حد يسمعها في حياته. ليه؟ لان كل واحد ليه دماغه واسلوبه وطريقته اللي بيقدر يستوعب بيها المعلومات او حتى يحفظها، ومش شرط اللي نجح معايا ينجح معاك. حياتي مش حياتك، وانت مش انا. بس مثلا الحاجه اللي محتاج ان هي تتحفظ، المطلوب منك انك حقيقي تحفظها، مش بس تقراها وتعدي عليها كده مرور الكرام، لا بجد تحفظها باي طريقه كانت بقى. تكتبها او تمشي تسمعها لنفسك في كل مكان، تخلي حد يقعد في البيت ويسمعها لك، او حتى تقعد تكتبها 50 مرة لحد ما تثبت في دماغك، بس تحقق الكونسبت المطلوب فيها انك تحفظها. والحاجة اللي مطلوب منك ان انت تفهمها، تقعد تسمع شرحها اكتر من 50 مرة من كذا حد لحد ما تلاقيها ان هي بتدخل في دماغك. وعلى اسوأ الظروف، لو كل الطرق باظت ومعرفتش تفهمها، برضه احفظها. ياما حفظت طريقة حل مسائل ديناميكا وانا في ثالثه ثانوي وانا معرفش اصلا كونسبت المسألة ماشي ازاي. طب يا شباب، هنتجاهل وجود سيمبا عشان هو حابب يطلع في الفيديو. وفي النهاية كنت عايزة اقول النصيحة الوحيدة اللي ممكن اقدمها بجد لحد دلوقتي في ثالثه ثانوي: اعندوا مع نفسكم. دي الحاجة الوحيدة اللي بجد اضمن بيها لاي حد ان ممكن ينجح في الحاجة اللي هو عايز يعملها. العند، زي ما بنكبر حاجات صغيرة ونعمل منها هو 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 هو، خلينا مرة نعمل حاجة صح ونكبر حاجة فعلا كبيرة. حاول تعمل حاجة صح، عشان فعلا جلد الذات ما بعد الخازوق دي حاجة وحشة قوي ان حد يعيشها. واخر حاجة هقولها، وبجد المرة دي اخر حاجة: بلاش الندم. لو ما كنتش انجزت اي حاجة في كل الوقت اللي فات، ندمك مش هيغير من حاجة. الحقيقة مش هتصعب على حد علشان كنت ندمان، انما رد فعلك على عدم الانجاز ده هو اللي حقيقي ممكن يفرق في حاجه. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو. الفيديو ده اتعمل لان في ناس كتير كتبوا لي وبعتوا لي ان هم عايزين فيديو عن ثالثه ثانوي، فممكن تبعتوا لي او تكتبوا تحت في الكومنتس لو في حاجات تاني حابين نتكلم عنها في الفيديوهات الجايه. وطبعا ما تنسوش لو بتتفرجوا على الفيديو ده من على فيسبوك تعملوا لايك كومنت وشير، لو بتتفرجوا عليه من على يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وزر الجرس، وده اكونت انستجرام لو حد حابب يقول حاجه او يسال على حاجه. وبس كده، سلام.